السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح النور والفل والياسمين عليك. قلت ابدأ اليوم معاكم كده من اوله. احنا لسه صاحيين من شوية وفطرنا انا ومكة فطار بسيط كده. ما رضيتش اصور وانا في الاول كده علشان بس ما نطولش في الفيديو معاكم. وعملنا ينسون علشان مكة بتحب الينسون، صح يا كوكو؟ مش انت بتحبي الينسون؟ ماشي. وهنروح السوق بقى، احنا اصلا صاحيين متاخر. هنروح السوق، نجيب سمك وخضار وكده ونيجي نعمله مع بعض. ايه يا كوك؟ تحبي السمكه؟ طب قبل ما نمشي بس هنفتح الشبابيك بتاع الشقه علشان تهوي الشقه شويه. افتح البلكونه. ايه؟ ما نفتحوش؟ ليه كده ليه؟ نفتح كده ونولع في الشقه يقعد بخور بالشكل ده كده. تمام. صلوا معانا كده على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله اجمعين. يلا نشوف هنعمل ايه، يلا بينا. لسه جايين من السوق، معرفتش، كنت عايزه اصور لكم في السوق بس معرفتش علشان الدوشه وكده واخد بالي من الحاجه اللي انا جايباها. الشقه اللي احنا بنصور فيها دي شقه حمايه، الشقه اللي تحت. يلا نسمي الله ونبدا كده. جبنا طبق وحطينا فيه كده السمك بتاعنا ما شاء الله. اليوم ده السمك كان رخيص، السمك ساعات بيعلى أوي وساعات بيبقى سعره حلو. الحجم ده كان ب55 جنيه، هو أقل من الكبير أوي بشوية. دول كانوا عاملين 2 كيلو وشوية وجرامات كده، طلعوا 8 سمكات. هنقسمهم، هنقل 4 وهنشوي 4. السمك جميل ما شاء الله ونضيف، ومن جوه نضيف واحمر اهو. مش غامق يعني يكون بايت، لا صابح. يلا نقسمه، نجيب بقى حاجة ونقسمه في كده. جبنا مصفى اهو نقسمه ونظبطه كده. الحجم كبير قوي هنسيبه للقلية، والحجم اللي هو الاصغر منه هنشويه. هنبدأ كده ننضف السمك اللي احنا هنقليه. تنظيف عادي خالص زي اي حد ما بينضف سمك. هنخلص التنظيف بتاع ال4 سمكات وهنرجع لكم تاني. خلصنا التنظيف وطلعنا بطنه، بس لسه بقى هننضف جدار بطنه من جوه. جبت فرشة كده متخصصة عندي للسمك، اي فرشة قديمة بس بتاع السمك وتكون نضيفة بنضفه كده بيها. بجد التنظيف بالفرشة بيدي نتيجة حلوة، وما بيخليش كده سواد جوه السمكة، وبيخليها نضيفة وزي الفل. هنخلص تنظيفه وغسله بقى ونشوف بقى هنعمل بعد كده ايه. خلصت كده السمك، ده السمك اللي احنا هنقليه نضفته خالص، وده السمك اللي احنا هنشويه فتحته كده علشان نحشيه من جوه خلطة كده كويسة. هننضف بطنه بس وخلصت اهو. ده اللي احنا هنشويه زي ما هو، بس بطنه بس اللي نضيفة عشان هنحشيه زي الفل اهو. والسمك اللي احنا هنقليه بقى حطيت عليه شوية خل كده وشوية ليمون. لو عندكم اي فرشة قديمة بس نضيفة استعملوها في التنظيف بطنه كده هتديكوا نتيجة حلوة. جبت السمك كده اللي هيتقلي وهنفتح فتحات كده علشان السمك حجمه كبير ما ياخدش سوا على النار ويكون مستوي كويس من جوه. والتتبيلة هنحط في الفتحات دي تتبيلة علشان تطعم اللحمة من جوه. جبت الخضار اللي احنا هنستخدمه كده وغسلته غسلة كويسة نضيفة كده. الخلطة اللي احنا هنحشي بها السمك المشوي هتكون عبارة عن طماطم وخضار، كزبرة خضراء وفلفل اخضر وفلفل حامي وجزر. الخيار ده للسلطة بتاع اللي هتبقى جنب الاكل. احنا عم نعمل السلطة العادية وهناخد منها قبل ما نحط الخيار، وهنزود عليها بقى اللحم الثوم والتوابل. وجبنا هنا الهون وحطينا فيها راس توم متقشرة، وهنقسمها نصين بعد لما نهرسها خالص. هنقسمها نصين، نص هنحطه في الحشوة اللي احنا هنحشي بيها، والنص التاني هنحطه على الدقة اللي احنا هنسقيه بيها بعد لما يشوي. وكل ده خطوة خطوة معاكم اهو وهنشوفه في الاخر. اللي وصل لحد هنا من الفيديو ومحطش لايك ينزل يحط لايك. حطينا كده خضار الاول على الثوم اللي احنا هنحشي بيه.
معانا هنا طماطم ومعانا فلفل اخضر ومعانا جزر مبشور وحاجه بسيطه كده من الفلفل الحامي عشان ما يبقاش حامي علينا. وده بقيه الجزر مبشور هنحطه في الخلطه اللي احنا هنسقيه بيها. ومعانا هنا التوم بالخضار بتاعنا. وده التوم بتاعنا اللي احنا هنعمل بيه الدقه. وده بقيه الجزر بتاعنا. هنملحه بقى ونحط التوابل. هنحط بقى شويه ملح كده وشويه كمون معانا ورشة من الفلفل الأسود. ولو عندنا كزبرة ناشفة نحط نص معلقة كده. ودي شطة بس مش هنحطها علشان حاطين الفلفل الحامي. لو مفيش فلفل حامي حطي شوية شطة بسط كده من عندي. هنحط التوم بقى بالخضار بتاعنا عليه كده. التوم اللي احنا هرسناه نهرسه كويس قوي وبعدين هنحط عليه الخضار. بس مش هنهرس الخضار قوي علشان يكون باين كده في الوصفة. وناخد بالنا من الملح ما نحدقوش قوي علشان لسه هنعمله دقة ونهسيه من فوق. خلاص كده وهنجيب السمك بقى نضيف زي الفل من جوه اهو وهنحشيه الكميات بقى اللي احنا عايزينها كمية حلوة كده. هنحشي كل السمك معانا بالشكل ده. وهنطلع بقى نشويه فين. الانبوبة بتاع الفرن بتاعنا مشطبة. قلنا بقى نشويه على القانون فوق السطح كده ونوريكم المنظر من فوق وجمال الأراضي كده من حوالينا. خلصنا كده السمك وهنعمل بقى الرز مع بعض. حلة على النار وفيها شوية زيت كده بصوت وحطينا بصل كده مبشور مش مبشور متقطع حتت صغيرة. هنسيبه لحد لما ياخد لون غامق كده. وعملت السلطة لحد لما اخد اللون الغامق كده. وهنحط عليها الطماطم ونسيبه كده لحد لما يتسبك معانا. وانا بعمل الاكل ومش فاضيه خالص طلب مني كوبايه شاي. عارفين كوبايه الشاي اللي هي بتطلع في نص عمايل الاكل دي. بتحصل معايا على طول. وما نقولش لا علشان ما يتقلناش لا. مصلحه قدام مصلحه. الدنيا كلها مصالح. يلا مش مشكله علشان يطلع بس يولع علينا النار للسمك فوق. خلاص ناخد كوبايه الشاي وهنعمل الرز بقى. جبنا كده كوباية الرز المعيار اللي احنا بنستخدمه. وهنغسله كويس كده غسلة كويس ونسيبه في مية. بعد غسيل الرز لو مش هنسويه على طول ما نسيبهوش من غير مية. اتفقنا. هنحط كده معيار المية على مقدار الرز وهنحط ورقتين راولي ومعلقة كمون ورز اهو هنصفيه وهنحطه عليه وهنقلبه تقلبتين ونغطي عليه ونسيبه يغلي مع بعض. هنا بقى هنعمل الدقة اللي احنا هنرشها على السمك بعد لما يستوي. جبنا الكوباية اللي احنا حطينا فيها الثوم قسمنا فيها الثوم. هنحط معلقة كمون حلوة كده معتبرة. والجزر اللي احنا بشرناه بالشكل ده. ومعلقة خل صغيرة. لو عندك شطة رش معلقة شطة. انا عندي هريسة شطة هحط كده نص معلقة. وحطينا الملح معانا وعصرة ليمونة. نص ليمونة على الوصفة دي على الدقة بتاعتها. والنص التاني هنعصره بعد لما يشوي. ونحط هنا المعلقة الشطة ونقلبه ويبقى كده معانا الدقة جاهزة وجميلة. هنقلب بس الرز قبل ما نطلع نشوي السمك علشان نكون مطمنين عليه. هنوطي عليه خالص ونطلع بقى نشوي السمك. معانا الردة والدقة بتاعتنا. ودي الصينية اللي هنحط فيها ونص ليمونة ونطلع بقى. نحط بقى حبة ردة تحت كده على الصينية. ونحط السمك كده على الردة عشان ما ياخدش اي ردة كتير. هم حاجة بسيطة بس كده اهو. نجيب الناحية التانية. نحط حبة ردة بس هتزفر نفسك يا مك. هنحط ايه يا مك؟ ردة ماشي بس كده اهو عشان ما نبوظش الردة وتاخد وقت كتير يا معلم. يا مك التورته انا اهي اللي انت عملتيها دي وقعي. انت كده بتعملي تورته؟ هي كوكو عليك سقفي التورته. ما تيجي يا سيد تعمل لنا فرن كبير. مش كمان زي ده. فرن زي اللي بره ده زي اللي عندنا في عياش. تعرف تعمله؟ لازم حد يجي يعمله.
خلصنا شوية السمك ونزلنا بقى، كنا ناويين نفرش فوق السطح بس وناكل فوق، بس المغرب بقى أذنت والدنيا ضلمت بقى، فنزلنا وجهزنا بقية السمك تحت، حطينا الدقة كده على السمك وظبطناه، والباقي كده حطينا شوية على السلطة بتديها طعم حلو. وده الرز بعد لما خلص. لو الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم حطوا لايك، مش بعد التعب ده كله هتستخسروا فيها اللايك، لازم نعمل القناة علشان القناة تكبر. ولو أول مرة بتشوفوا فيديو من فيديوهاتي اشتركوا في القناة ومتنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا لي تحت في التعليقات عايزين اعمل لكم فيديو عن ايه، واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.